لو بتحب الكشري والمكرونة يبقى لازم تنزل تجربهم من أقدم عربية كشري ومكرونة في ميدان العتبة. العربية دي من سنة 1980، كشري أبو علاء. العربية دي كانت بتاعة والده الله يرحمه، كنت دايما باكل عندها من زمان. العربية دي مكانها في شارع عبد العزيز، هتخش سوق الكهرباء، سوق العشماوي. عند مسجد العشماوي على طول هتلاقي العربية موجودة على الناصية. العربية دي أيام والده زمان كانت بتقف عند مسجد العشماوي، وكانت عبارة عن عربية خشب. علاء طورها ونضفها وبيقول لك أهلا بيك بتاع الكشري مستنيك. من أنضف عربيات الكشري اللي ممكن تاكل منها وانت مطمن. زي ما انتوا شايفين كل حاجة عنده نظيفة ومغسولة ازاي ومرصوصة. اهتمامك بتفاصيل الشغل هو سر نجاحك. هو دايما بيحاول ما يتعاملش مع الأكل بإيده خالص، دايما لابس الجوانتي. حتى علب التيكاوي نوعية مخصوصة، والصلصة عنده طعمها حوار. وأنا مش فود بلوجر، بس بما إن أنا بعمل أكل بإيديا فأنا عارف طعم الأكل كويس إيه والطعم النضيف إيه. ربنا يبارك له في اللقمة الطيبة.